بمناسبة عيد العرش المجيد. وإليكم الآن تحفة فنية لله الغادي للصحراء، ومع الفرقة الفنية لليلى المريني للموسيقى والأدب المغربي. فرجة ممتعة للجميع. فالحمد لله أني استطعت أن أمثل المرأة المغربية الشابة الغيورة على هويتها، الغيورة على ثقافتها، على وطنها. أعشق وطني حتى الهذيان. سأغني أجمل ما تغنى عليه لله هي الغادي للصحراء. شوف لي غزال. شوف لي غزال لانه ما قطعتش ياسي مازال حي مازال. لله يا الغادي الصحراء شوف لي غزال لانه ما قطعتش. لا يا الغادي للصحراء شوف لي غزال منه ما نقطعش ياس مازال حي مازال. منه ما نقطعش ياس مازال حي مازال. وتكون عندنا حتى حنا واحد ريبارتوار كبير بحال اللي عند الاشقاء في الجزائر عندهم واحد ريبارتوار كبير. فيه واحد الملحن رحمه الله اسمه وراد بومدين، وهذا وراد بومدين كان جزائري ولكن كان مشبت حتى مغربيت، كان ما عندوش ما عز غير داك الدوزه قدام مولاي ادريس ولا قدام القرويين ولا قدام اسمه، ما عندوش ما عز منها. يا بن سيدي ويا خويا ويا تبنادي ماشي غير روح وقول رسمنا. يا سيدي ويا خويا ويا تبنادي اي شد روحك مليح. أول أسطوانة في التاريخ للأغنية الجزائرية يا بن سيدي يا خويا كانت للمطرب الجزائري وراد بومدين عام 1963. يا بن سيدي ويا خويا ويا تمقاني ماشي غير ارواح وقول للطمرة. ثانية أسطوانة في التاريخ كانت أغنية ثنائية بين وراد بومدين ونورا عام 1964. يا بن سيدي ويا خويا ويا تمقاني ماشي غير ارواح وقول للطمرة. وين وبيعون ما وصفر ثاني جنسي قاسي جبايك سكرة. ثالث أسطوانة في التاريخ كانت للمطرب الجزائري أحمد وهبي عام 1966. يا بن سيدي ويا خويا ويا تمقاني ماشي غير ارواح وقول درت مراه. لكنه بيروندمان هو الصبر تاني je ne sais pas si je peux etc. رابع أسطوانة كانت للمطرب أحمد صابر عام 1967. محبوب الخاطر عينو هتفولي هض عليا وحش العار من الحرة راهي ساكن بالعباس عند الجالي وانا يا من بين التل والصحراء. خامس أسطوانة كانت أغنية ثنائية بين المطربة الجزائرية مهدية والمطرب أيت علي عام 1972. يا بن سيدي ويا خويا ويا تمقاني ماشي غير ارواح وقول بالطمرة. لكنه بيرون دوما واصبر ثاني je ne sais pas si je peux etc. ما نبغي نسواق ولا كحل عيالي ما نبغي الحنة في بيدي حمراء. يا عشاق السن سعدوا ياك القلب حزين
يا عشاق الزين ساعدوك القلب حسين جرحة الخدين من دمع المسيالة شعلت نار البيت. سي عمر الغرناطي والحوزي هما جوج ديال العوالم مختلفة ولكن متقاربة، نبغيك تقرب المشاهدين منها. نبداو بالغرناطي مثلا. بالنسبة للطرب الغرناطي ما كنقولوا الطرب الغرناطي كنفكروا غرناطة. بالنسبة للحوزي هو عبارة عن قصائد قصائد لبعض الشعراء اللي ينظموها ومتكونة من أغاني أو من أشعار وأسجال للعديد من الشعراء كيتغنوا بها الفرق والمنشدين. من باب التنويع نعم فعلا هي من باب التنويع. بالنسبة للحوزي هو عبارة عن قصائد قصائد لبعض الشعراء. بالنسبة للحوزي هو عبارة عن قصائد بالنسبة للحوزي هو عبارة عن قصائد لبعض الشعراء اللي ينظموها ومتكونة من أغاني. وتكون عندنا حتى حنا واحد ريبارتوار كبير بحال اللي عند الأشقاء في الجزائر عندهم واحد ريبارتوار كبير الموسيقى الأندلسية. أنا كنظن هكذا ماشي نبقاو حنا محصورين في ذاك 11 نوبة. متى بدأ شغفك بفن الغرناطي؟ حقيقة بديت في السن يعني منذ الصغر، سن 13 عام، ودزت يعني في مجموعة من الجمعيات، منهم مدرسة تلمسان ومدرسة صنعاء الجزائر العاصمة. نعم، يعني طبعا مدينة وجدة هي مدينة محاذية للحدود مع الشقيقة الجزائر، وبالتالي بقي مؤتمر يعني طبعا مدينة وجدة هي مدينة محاذية للحدود مع الشقيقة الجزائر، وبالتالي بقي مؤتمر الطرب الغرناطي بقي متمركز في مدينة وجدة، وهو هي من التقاطعات الثقافية والغنائية الموجودة مع الشقيقة الجزائر. الفن الغرناطي ما هو؟ الفن الغرناطي هو تراث موجود يعني بكثرة في الجزائر الشقيقة. الصنعة في الجزائر يفرقون بين الآلة والصنعة، وهو يسمى الطرب الغرناطي. الطرب الغرناطي هو باش نوضحوا أكثر في الجزائر هناك مدارس. نعم. يعني نلقاو مدرسة تلمسان، نعم، ومدرسة صنعاء الجزائر العاصمة، ومدرسة المالوف. نعم. يعني مدرسة الطرب الغرناطي موجود يعني في تلمسان. نعم. الطرب الغرناطي بقى في الجزائر، الطرب الأندلسي يعني في المغرب. في الجزائر وأيضا موجود أكيد في المغرب. ما سلم نسيت القلسنة في فاس خلع وزري عنكس عينك حلايا ناس. أنا هو لون غنائي غير معروف في الشرق وهو الشقوري. شكرا جزيلا. ماذا يمكن أن تقولي على هذا اللون؟ هو لون جميل يحبه جميع الناس، هو لون اللي ظهر في المغرب والجزائر، وهو فن يعني يتميز بألحان خفيفة سهلة الحفظ. فضلت نغني قصيدة لشيخ بن مسيب، الحرم يا رسول الله، وهي معروفة جدا ولكن على طريقة وجدية وألحان وجدية. هذه من القصائد اللي نشأنا على سماعها من منذ الصغر. الحرم يا رسول الله يا سيدي. الحرم يا رسول الله، الحرم يا حبيب الله، الحرم يا حبيب الله، الحرم جيت عندك قاصد سيدي. نغنيوها مغربية في عدد خاص هاد الليلة غادي نحتفلوا فيه بالمرأة في يومها العالمي. يا عمي ملك يا سمير ساكن نجرينا راح ولدك يبغي مع مين اللي زوجنا وهنينا لك كلش يخطيني. يشد روحك مليح. وعمل اللازم زوجنا وهنينا لك كلش يخطيني، لك كلش يخطيني. يا عمي بالقسم
يا ساكن الجنينة راه وليدك يبغيني قم وعمل اللازم زوجنا وهنينا لا كلوش يخطيني يا خي وجلمة وغمض وجلمة في وسط الليالي مظلمة صحة يلا نهار كاين وثلثية من أشفى يا خيي ولا عجايز ولا عويت قات واقفة يا بن عمي والرجالة مع الخبيزة هايمة وجالمة نوضة عمر جالمة في وسط الليالي مظلمة ويا بن عمي يشد روحك مليح. جالمة جيب البيدو جالمة في خطر الجالية المغربية من هنا حتى فرنسا وبلجيكا وهولندا.